العيد يعني الوقفة والسهر مع أصحابك لحد الصبح، يعني التكبيرات والصلاة وإنك تشوف أصحاب طفولتك، يعني كوباية الشاي بلبن مع الكحك والبسكوت، واللبس الجديد والعيدية والزيارات وصلة الرحم. عيد الفطر هو احتفال مبهج للمسلمين بإفطارهم بعد صيام شهر رمضان، واحتفال مبهج دي مش من عندي، ده احتفال شرع للمسلمين. فيا ريت يا جماعة نفكنا من جو الاكتئاب ونعرف نفرح ونفرح اللي حوالينا. بعد الفجر تاخد الشاور الجميل بتاعك وتلبس طقم العيد. هيطلع شخص ويقول لي لبس العيد ايه؟ احنا كبرنا على الكلام ده. هو انا يا بايخ مش لسه قايل لك افرح ولازم نعرف نفرح؟ ماله لبس العيد؟ على فكرة لبس العيد هو من اكتر الحاجات اللي بتفكرنا بالعيد. تخيل معايا كده وانت لابس طقم جديد وجايب عطر جديد ونازل تحتفل وتتبسط وسط التكبيرات في وقت الضحى. ديننا دين سعادة وروحانيات مبهجة، وانشروا السعادة وفرحوا عيالكم وعلموهم يفرحوا الناس حواليهم. تعالوا بقى نخش في العطور. حلقة النهاردة ان شاء الله هيكون فيها عطور كتير جدا. مرضتش ان انا احدد عطور مثلا اخليهم 5 نيش و5 ديزاينر، لا انا حابب ان اتكلم معاكم عن عطور كتير وحاطط لكم لستة كبيرة جدا، بس مش هقف عند كل عطر كتير عشان وقت الحلقة. المهم بالنسبة لي بقى ان العطور اللي انت هتختارها سواء موجودة في الليستة اللي انا هقولها او مش موجودة في الليستة اللي انا هقولها، تكون العطور دي مفرحة بالنسبة لك، عشان ما تخرجكش بره جو العيد والفرحة اللي احنا عاوزين نعيشها زي ما اتفقنا. العطور قسمناها لعطور ديزاينر ودي هيبقى معانا فيها 15 عطر، وعطور نيش، وعطور النيش هيبقى فيها 3 حاجات: عطور العود ودي اخترنا فيها 10 عطور، والعطور السويتية او العطور الجورماند ودي اخترنا فيها 10 عطور، والعطور العامة او العطور اللي بتلقى قبول لدى الذوق العام ودي برضه اخترنا فيها 10 عطور. هنبدأ بالعطور الديزاينر، واول عطر ديزاينر معانا وهو STD بون نوبل وود. العطر ده فيه اخشاب وعنبر والبان وجاوي وصندل وبرغموت وباتشوي. تاني عطر هو مش عطر واحد، هو مجموعة عطور اسمها عطور البلو، منها مثلا سوفاج وبلو دي شانيل ودايلان بلو، وممكن كمان تضيف ليهم الاكوا دي جي وبرفومو، ولكن هتلاقيه ذكوري عنهم شويه لاحتوائه على نوتة الباتشولي، فشوف انت بتفضل انهي واحد فيهم واختار. تالت عطر معانا وهيكون مونتال انتنس كافيه. العطر ده انت هتلاقي فيه ورد وقهوة ومسك وفانيليا وعنبر. رابع عطر معانا وهيكون تيري دي هيرمس نسخة الاي دي تي. العطر ده فيه برتقان وجريب فروت وفلفل وفيتيفر وارز وباتشولي. العطر رقم 5 وهيكون فيرزاتشي او فريش. العطر ده هتلاقي فيه ليمون وبرغموت وارز وتومكا وعنبر ومسك. لما تيجي تستخدم العطر ده بقى نصيحتي ليك كتر في عدد الرشات شوية، يعني خليهم من 15 ل 20 رش. سادس عطر معانا وهيكونوا عطرين مش عطر واحد، وهما الور اديشن بلانش والور هوم سبورت اكستريم. لو انت بتحب الليمون في صورته الكريميه فخليك في الاديشن بلانش، اما لو انت بتحب الليمون في صورته الحامضيه فخليك في الور سبورت اكستريم. سابع عطر معانا وبرضه هيكونوا عطرين مش عطر واحد، وهما ديور هوم كلون وديور هوم سبورت. ديور هوم كلون هتلاقي فيه برغموت وجريب فروت ومسك، اما النسخه السبورت فهتلاقي فيها ليمون وجريب فروت وجنزبيل وفيتيفر وارز وصندل. تامن عطر معانا وهيكون عطر سانتال رويال من جيرلاند، وده طبعا اتكلمنا عنه في حلقه عطور رمضان، واللي ما اتفرجش عليها ممكن يتفرج عليها من الاي اللي فوق. تاسع عطر معانا وهيكون مش عطر واحد، هتكون مجموعه عطور وهي مجموعه لوم ايديال جيرلاند، سواء الاي دي تي او الاي دي بي او الانتنس او الاكستريم او السبورت او الكلون. شوف انت بتحب انهي نسخه في النسخ لوم ايديال، كلها ممتازه، ولكن انا بفضل عموما في النسخ كلها بفضل نسخه الاي دي بي اللي هي عباره عن كريز وجلد وفانيليا. العطر رقم 10 معانا وهيكون فالنتينو اومو، النسخه العاديه مش النسخه الانتنس، والعطر ده انت هتلاقي فيه برغموت وبندق وشوكولاته وقهوه مدخنه وجلود وارز. العطر اللي بعد كده هيكون كلاب دي نوي انتنس مان. العطر ده انت هتلاقي فيه ليمون واناناس وبرغموت وتفاح وورد وياسمين وباتشولي، وفي نسخ فيه هتلاقيها مدخنه، والنسخ المدخنه دي هتكون مدخنه بفضل نوتة الباتشولي. العطر اللي بعد كده وهيكون مانسيرا سدرة بوازيك. العطر ده فيه ليمون وبرغموت وفواكه وباتشولي وارز وجلود وفانيليا ومسك. العطر اللي بعد كده وهيكون تروساردي ذا بلاك روز. العطر ده فيه
فلفل وردي وورد طائفي وباتشولي وعنبر ومسك وفانيليا. طبعا كلنا عارفين أيقونة العود مع الورد من توم فورد، نوار دي نوار. في عطر شبيه ليها من فان كليف اسمه باتشولي امبريال. عطر تروساردي ذا بلاك روز هو نسخة من الباتشولي امبريال ولكن على فريش اكتر. اللي جرب فان كليف باتشولي امبريال واللي جرب عطر نوار دي نوار من توم فورد انصحه جدا جدا بانه يجرب تروساردي ذا بلاك روز. العطر اللي بعد كده برضه مش هيكون عطر واحد، هيكونوا عطرين وهما ايروس نسخة الاي دي تي وايروس فليم. الايروس الاي دي تي هتلاقي فيه نعناع وليمون وتفاح وتونكا وامبروكسان وفانيليا وعنبر. في النسخة الفليم زودوا نسخة الورد وده هيخلي العطر اكتر بودرية في الدراي داون. اخر عطر ديزاينر معانا وهيكون ايقونة دار جيفنجي وهو باي جيفنجي. هتلاقي في العطر ده يوسفي وريحان وينسون ولوز وفانيليا وتونكا وجاوي وارز. كده خلصنا عطور الديزاينر وهنخش في عطور النيش وهنبدا بعطور العود. اول عطر معانا وهيكونوا عطرين مش عطر واحد وهيكونوا من دار زرجوف وهما الكسندريا 2 والكسندريا 3. الكسندريا 2 هتشمي فيه تفاح وقرفة ولافندر وعود وورد وعنبر وفانيليا. اما بقى في الالكسندريا 3 فشالوا نوتة التفاح وحطوا عود لوسي. الفرق ما بين الاتنين لو انت حابب حاجة ادائها قوي بالنسبة للثبات والفوحان فخليك في الكسندريا 2. اما لو انت بتحب الكسندريا 2 بس معاك عنيفة شوية وعاوز حاجة اهدى وانعم فخليك في الكسندريا 3. تاني عطر معانا وهيكون عطر روجا دوف عنبر عود. العطر ده فيه حمضيات وتين وورد وزعفران وعنبر وعود. تالت عطر معانا وهو روبرت بياجي عود وده هتلاقي فيه عود وزعفران ومر. رابع عطر معانا وهيكونوا 3 عطور مش عطر واحد وهما من افضل العطور اللي وظفت نوتة العود مع الورد وهما نوار دي نوار من توم فورد وزرجوف مورزان ووردس وارماني روز دي ايريبيا. طبعا اللي يعرفني عارف ان انا بفضل نوار دي نوار وشايفه انه من افضل العطور اللي وظفت نوتة العود مع الورد، فانا كده هختار نوار دي نوار. اما بالنسبه لمورزان ووردس وروز دي ايريبيا فاللي بيحب الاضاء القوي جدا يخليه في مورزان ووردس. اما اللي بيحب ريحه مورزان ووردس بس اداؤه عنيف معاه شويه فعاوز حاجه اهدى فيخليه في روز دي ايريبيا، لان مورزان ووردس هو النسخه الاقوى والاعنف من روز دي ايريبيا. خامس عطر معانا وهيكون عود فور جريتنس واللي ما اتفرجش على الحلقه بتاعته ممكن يتفرج عليها من الاي لفوق. سادس عطر معانا وهيكون وودي انتنس من العربيه للعود. العطر ده فيه عود وورد وزعفران ومسك وعنبر وباتشولي. العطر رقم 7 وهيكون عبد الصمد القرشي بلو كنام واتكلمت عنه في حلقه افضل 10 عطور نيش لفصل الشتاء واللي ما اتفرجش على الحلقه دي ممكن يتفرج عليها من الاي لفوق. تامن عطر معانا وهيكون من دار نيشانيه وهو نيشانيه نفس. العطر ده فيه زعفران وعسل وقرفه وتين وويسكي وفانيليا وياسمين وورد وعود وجلد. مشكله العطر ده في الافتتاحيه اللي داخل فيها العسل وده في ناس كتير قوي مش هتستصيغه، ولكن لو قدرت تعدي الافتتاحيه الصعبه بتاعته هتستمتع بالعطر ده حتى النهايه. العطر رقم 9 وهيكون من دار MFK وهو عود ساتن مود واللي حابب يتفرج على الحلقه بتاعته ممكن يتفرج عليها من الاي اللي فوق. اخر عطر معانا وهيكون من المجموعه الخاصه الارماني وهو ارماني رويال عود. العطر ده فيه عود وبخور وصندل وزعفران وعنبر وورد. نخش بقى في العطور السويتيه. اول عطر معانا وهيكون من دار زرجوف وهو زرجوف ايتاليكا. العطر ده فيه لوز وحليب وزعفران وتوفي وفانيليا. تاني عطر معانا وهيكون ديور فيف ديليسيوس واللي حابب يتفرج على الحلقه بتاعته ممكن يتفرج عليها من الاي اللي فوق. تالت عطر معانا وهيكون روجا دوف سويتي عود. ممكن الناس تقول لي طب انت ليه ما حطيتوش في العود؟ انا شايف ان هو مايل للجانب السويتي اكتر منه للعود واتكلمت عنه في حلقه افضل عطور نيش جذابه لفصل الشتاء واللي حابب يتفرج عليها ممكن يتفرج عليها من الاي اللي فوق. رابع عطر معانا وهيكون من دار MFK وهو جراند سوار. العطر ده فيه عنبر وفانيليا وتونكا. خامس عطر معانا وهيكون من دار نيشانيه وهو نيشانيه آن. العطر ده فيه
برغموت ونوتات خضراء وهيل وورد تركي وفانيليا وصندل وعنبر ومسك. سادس عطر معانا وهيكون من دار MFK وهو بكارا روج. العطر ده فيه زعفران وياسمين وعنبر وأرز. سابع عطر معانا وهيكون من دار زرجوف وهو 138، واتكلمت عنه في أفضل 10 عطور شتوية لفصل الشتاء، واللي ما اتفرجش عليه ممكن يتفرج عليه من الآي اللي فوق. تامن عطر معانا وهيكون من دار كيليان وهو بلاك فانتوم. العطر ده فيه شوكولاتة وروم وقهوة ولوز وسكر وكراميل. تاسع عطر معانا وهيكون من دار اتيليه دي اورس وهو لون فيلين. العطر ده فيه فانيليا وهيل وقرفة واخشاب ومسك. عاشر عطر معانا وهيكون من دار برفيوم دروما وهو كونفيتو. العطر ده فيه لوز وفانيليا وينسون وعنبر ومسك. اخر عطور معانا وهي عطور الذوق العام. اول عطر معانا وهيكون مش عطر واحد، هتكون مجموعه عطور، يعني شوف انت بتحب ايه فيهم واستخدمه. وهتكون المجموعه دي مجموعه الاكوا من دار MFK، منها مثلا الاكوا سيليستيا والاكوا فيتي واكوا يونيفرسال. تاني عطر معانا وهيكون من برفيوم دي مارلي وهو برفيوم دي مارلي ليتون. العطر ده فيه تفاح ويوسفي وبرغموت وياسمين وفانيليا وباتشو. ثالث عطر معانا وهيكون من دار نيشانيه وهو نيشانيه هسيفات. العطر ده فيه اناناس وجريب فروت وبرغموت وارز وباتشولي واخشاب. رابع عطر معانا وهيكون ايقوني دار كريد الخالده كريد افنتوس. العطر ده فيه اناناس وبرغموت وتفاح وباتشولي وياسمين وورد وفانيليا وعنبر ومسك. خامس عطر معانا وهو كريد سيلفر ماونتن. العطر ده فيه برغموت ويوسفي وشاي اخضر ومسك وصندل. سادس عطر معانا وهيكون من دار اتيليه كولون وهو روز انونومي النسخه الاكستريت. واللي حابب يعرف اكتر عن العطر ده فانا اتكلمت عنه في حلقه افضل 10 عطور نيش لفصل الشتاء، واللي ما اتفرجش عليها ممكن يتفرج عليها من الاي اللي فوق. سابع عطر معانا وهيكون من المجموعه الخاصه البلجاري وهو بلجاري تايجر. العطر ده فيه جريب فروت وامبروكسان واخشاب. ثامن عطر معانا وهيكون من دار زرجوف وهو دولشي امالفي. العطر ده فيه هيل وتفاح وزعفران وقرنفل وبخور ومسك وعنبر وفانيليا وتونك. تاسع عطر معانا وهيكون من دار امواج وهو امواج ليريكمان. العطر ده فيه برغموت وورد وزعفران ومسك وبخور وصندل وفانيليا. عاشر عطر معانا وهيكون من دار فريدريك مال وهو الوعد. العطر ده فيه تفاح وفلفل وردي وورد بلغاري وورد تركي وباتشولي وقرنفل وامبروكسان. بس كده انا خلصت العطور، وان شاء الله بالنسبه لاداء العطور دي فهيكون مرضي ليك جدا. اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.